السلام عليكم. فيديو جديد. في البدايه كده احنا كلنا كمصريين عندنا حاجه بتربطنا مع عصير القصب او بنحب نشرب عصير قصب. وبالمناسبه ان انت تلاقي عصاره في مكان بره مصر، فالموضوع بالنسبه لنا بيبقى مختلف شويه، ان دايما بتلاقي الحاجات الحلوه دي، الروح الجميله دي بتاع عصير القصب والعصارات وكده بنلاقيها بس في مصر. فلو انت مره بتشوفني تدوس اشتراك في القناه، ولو بتشوفني قبل كده هتدوس لايك، ولو بتشوفني على الفيسبوك اعمل لي فولو عشان كل ما انزل فيديو جديد تشوف. يلا نشوف الفيديو مع بعض. فزي ما قلت لكم احنا عندنا كده حاجه بتربطنا ما بيننا وبين عصير القصب في اي مكان نروحه يعني. وبالمناسبه بنحب نشرب عصير قصب كتير، وعلى فكره هو صحي جدا يعني، بالاخص لما تكون لسه اول حاجه بتعملها في اليوم ان انت تشرب عصير قصب. طبعا العصاره دي موجوده في منطقه اسمها محافظه حولي في الكويت، في حته اسمها شارع تونس. فلو انت موجود في الكويت فانت اكيد عارف المكان ده، ولو انت مش موجود في الكويت فانا بقول لك على المكان ده، على اسم المكان ده، عشان لو في يوم من الايام كنت موجود في الكويت فتكون عارف العصاره دي فين. طبعا الشاب الجميل ده من المنصوره شغال في العصاره دي، وسالته سؤال بس بصراحه ما عرفتش انا عامه مش عارف ارده ايه. هو ليه عصير القصب مرتبط جدا بمحافظه سوهاج بالاخص؟ يعني مش عارف ليه السبب، ليه مش في اي محافظه ثانيه؟ اي محافظه ممكن تنزلها في مصر فتلاقي العصارات كلها مكتوب عليها ابناء سوهاج، فليه؟ انا مش عارف بصراحه. فلو حد عنده المعلومه دي فيا ريت يقولها لي في التعليقات، عشان خاطر بجد انا مش عارفها ليه يعني. وطبعا الحاجه لما بتكون جايه من مصر بيبقى لها طعم مختلف كده، اللي انت بتقعد تشرب قصب كده وتعرف ان القصب ده جاي من مصر، فانت بتكون حابب ان انت تكون بتشرب الحاجه دي. طبعا بالمناسبه العصير بيتعمل قدامك على طول، فانت بتكون عارف مصدر العصير جاي منين، ما بينضافش عليه اي حاجه ميه يعني او كده، فبيتعمل قدامك على طول، الماكينه قدامك وتكون شايفها وانت بتشربها. طبعا الماكينه دي بتغلف اي حاجه، وطبعا هنا عشان في امكانيات فالماكينه دي بتساعدك جدا. انت لو فاتح محل عصير فبتساعدك جدا انت تعمل شكل كويس للكوبايه بتاعتك. طبعا الكوبايات هنا بتسمى جلاس، ما بيتسماش كوبايه، فده الاسم بتاعه هنا يعني، فبتساعدك جدا في الشغل بتاعك ان هو يكون شكله كويس وحلو. الشخص الهندي ده ضحكته حلوه جدا كده، فانا سالت سؤال افكر احنا بس كمصريين اللي بنشرب عصير قصب، فلقيت برضه اخواتنا الهنديين بيشربوا برضه عصير قصب. هندي ولا من بنجلاديش؟ هندي صح؟ اوكي. وكده يكون الفيديو خلص، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله انتظروني في فيديوهات كتيره هتعجبكم الفتره الجايه. اشوفكم على خير.